السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله سينيور 2. النهاردة هنشتغل أبلايد هنعمل كوريكشن للهوم ورك بتاعنا. فتح دماغك كويس جدا جدا. مادة سهلة، مادة أنا بعشقها، وإن شاء الله بإذن الله كل العلم اللي في دماغي أنا إن شاء الله بإذن الله هوصله لك وهحببك في المادة دي، لأن هي مادة فعلا تستاهل إن هي تتحب. تمام؟ يلا بينا. طيب إحنا متعودين دايما يا جماعة إن إحنا قبل ما نعمل كوريكشن للهوم ورك بنعمل ريفريش لدماغنا كده. يلا بينا نراجع القوانين والنظري بتاع الدرس ده. الدرس ده كبير، هياخد مننا اكتر من حصتين، وفي اكزامبلز كتير لسه ما اتشرحتش، ولكن يلا بينا نلمس في الهوم ورك بتاعنا. يلا بينا. مبدئيا يا جماعه قبل ما اشتغل اي اكزامبل، تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم نقول الدرس بتاعنا كان بيقول ايه. انا هبتدي الدرس من الاخر مش من الاول. يعني هو الطبيعي ان انا اقول الجنرال رول، القانون العام. لا، انا هشرح السبيشال كيسز الاول. جماعه احنا كان عندنا، لو احنا عندنا جسم متأثر عليه بقوتين، واحده اسمها F1 والتانيه اسمها F2، المفروض الانجل اللي ما بينهم بتساوي 0. في الحاله دي قيمة الريزلتنت بتاعتنا بديهي، عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموع القوتين بتوعنا. تمام؟ وساعتها المقدار بتاع الريزلتنت عبارة عن المجموع، وبحصل على حاجة اسمها ماكسيمم ريزلتنت ما بين القوتين، واتجاه الريزلتنت هو اتجاه القوتين. تمام؟ يبقى لو عندي قوتين في نفس الاتجاه، بمعنى ان الالفا اللي هي الانجل which between the two forces بتساوي 0، يبقى مقدار الريزلتنت بيساوي مجموع القوتين، وساعتها بحصل على الماكسيمم ريزلتنت، والريزلتنت بتاخد اتجاه القوتين. طب في حالة ان انا عندي الجسم اهو، وفي قوة بتشده الناحية دي اسمها F1، وفي قوة بتشده في عكس الاتجاه اسمها F2، يبقى الانجل اللي ما بينهم بتساوي كام؟ 180. يعني لما اجي اقول لك ان الالفا بتاعتك بتساوي 180، ساعتها الريزلتنت بتاعتك هتساوي كام؟ الريزلتنت بتاعتك هتساوي الفرق ما بين القوتين. الفرق ما بين القوتين، ايوه، ما واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي، بس انا مش عارف هنا مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير، فبجيب ابسوليوت فاليو للاثنين. وفي الحاله دي انا بحصل على مينيمم ريزلتنت بين القوتين. طب والاتجاه بتاع الريزلتنت ايه؟ قال لي هتاخد اتجاه القوة الكبيرة. بمعنى لو انت عندك قوتين، واحدة ب5 واحدة ب3، الريزلتنت هتبقى 5 ناقص ال3 الحمد لله. الريزلتنت هتساوي 5 ماينس ال3 يعني بتساوي 2. طيب اتجاه الريزلتنت فين؟ قال لي في اتجاه القوة الكبيرة. تمام. بعد كده يا شباب كان عندنا سبيشال كيس تالتة، ان لو انا عندي التو فورسز perpendicular to each other، يعني الانجل اللي ما بينهم بتساوي 90، يعني الالفا بتاعتنا في هنا بتساوي كام؟ بتساوي 90. ساعتها الار بتساوي سكوير روت اوف القوة الأولى باور 2 زائد القوة الثانية باور 2. أو ممكن أقول إن الار باور 2 على طول بتساوي الاف 1 باور 2 زائد الاف 2 باور 2. طب ده بيجيب الريزلتنت ان ماجنتيود. عاوز اجيب الدايركشن. كنا بنقول الدايركشن يعني ايه؟ يعني تان سيتا. يعني ايه دايركشن؟ يعني يا ترى الريزلتنت بتاعت سعادتك دي هتعمل انجل قد ايه، سواء مع القوة الأولى أو مع القوة الثانية، ولتكن سيتا هي الانجل اللي بتعملها الريزلتنت مع القوة الأولى. يبقى تان سيتا هتساوي مين؟ لو انت عاوز الانجل اللي بتعملها الريزلتنت مع القوة الأولى هتكتب تحت القوة الأولى وتكتب فوق القوة الثانية. لو انت عاوز الانجل ما بين الريزلتنت والقوة الثانية هتكتب تحت الاف 2 وتكتب فوق الاف مين؟ الاف 1. طب لو ما طلبش مني يا مستر، ماشي، الانجل اللي بتعملها الريزلتنت مع القوة الأولى أو القوة الثانية، ما طلبش، يبقى معنى كده انا هجيب له الانجل which between the resultant and the first force. انما في حالة ان هو يطلب منك الانجل ما بين الريزلتنت والسكند فورس تبقى تعمل كده. طب دي كيس 3. عندك كيس 4. ايه هي الكيس رقم 4؟ بقول لك لو القوة الأولى
كانت بتساوي مقدار القوة التانية سي كل واحدة منهم اسمها اف. ساعتها ايه اللي يحصل؟ تخيل ان انت عندك جسم اهو متأثر عليه بقوة اسمها اف، ومتأثر عليه بقوة تانية اسمها اف. يبقى اكيد الريزلتنت هتبقى ما بينهم وتبقى بايسكت الانجل اللي ما بينهم. يعني لو دي اسمها سيتا ودي اسمها سيتا، لو دي مثلا اف 1 ودي اف 2 يبقى دي سيتا 2 ودي سيتا 1، يبقى سيتا 1 هي سيتا 2 هي بالالفا اوفر 2، باعتبار ان الانجل ما بين القوتين اسمها ايه؟ اسمها الفا. وساعتها مقدار الريزلتنت بتاعتنا هتساوي مين؟ خلي بالك القانون الجميل ده، قال لك 2 اف تايمز كوزاين الفا اوفر 2. طيب يبقى احنا خدنا كام كيس لغايه دلوقتي؟ 4 كيسز. لما الانجل لما الانجل بزيرو يبقى معنى كده الريزلتنت مجموع. لما الانجل بتساوي 180 يبقى الريزلتنت الفرق اللي بينهم. طيب لو كان الانجل اللي بينهم بتساوي 90 يبقى الار بتساوي سكوير روت اوف اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2. طب لو كان القوتين قد بعض يبقى سيتا الاولى هي نفس سيتا الثانيه، هي بتساوي الالفا اوفر الاثنين، والار ساعتها بتساوي 2 اف كوزاين الفا اوفر 2. بعد كده رقم 5 قال لك لو عندك القوة الأولى كانت بتساوي مقدار القوة الثانية كانت بتساوي مقدار الريزلتنت، يبقى معنى كده إن الأنجل ما بين القوتين لازم تساوي 120. مستر and the vice versa، يعني لو الألفا ب 120 يبقى دي بتساوي دي بتساوي دي؟ لا، لازم يتحقق 3 شروط من الأربعة. أنا بقول لو القوة دي الأولى بتساوي القوة الثانية بتساوي الريزلتنت يبقى الألفا ب 120، يبقى لو الألفا ب 120 والريزلتنت بتساوي القوة الثانية يبقى القوة الأولى بتساوي القوة الثانية. لو الريزلتنت بتساوي القوة الأولى بتساوي القوة الثانية يبقى الريزلتنت بتساوي قوة من القوتين. يبقى لازم يتحقق 3 شروط عشان استنتج الحاجة الرابعة. طب ده رقم 5. عندنا حاجة كمان قال لك عندك ايه يا باشا؟ مبدئيا كده خلي بالك رقم 6 سبيشال كيس، قال لك اف وقال لك ذن. خلي بال سعادتك ده very important، ده very important. قال لك لو كانت الريزلتنت perpendicular على قوة من القوتين ولتكن القوة الأولى، لو الريزلتنت perpendicular على قوة من القوتين ولتكن القوة الأولى، فأكيد القوة دي هي القوة الصغيرة. يبقى لو كتب ان الريزلتنت بيربنديكولار على قوه من القوتين اذا هي هتبقى بيربنديكولار على القوه الصغيره، وساعتها مقدار الريزلتنت باور 2 بتساوي مين؟ القوه الكبيره باور 2 ماينس القوه الصغيره باور 2، وكوزاين الالفا كوزاين الانجل which between the two forces بتساوي نيجاتيف القوه الاولى على القوة الثانية، يعني نيجاتيف القوة الصغيرة اوفر القوة يا جماعة الكبيرة. very important النوت دي. لو انا ما حلتش، لو عندي سؤال كان فيه الريزلتنت بيربنديكولار على قوة من القوتين واشتغلته بالقانون العام هياخد صفحة حل، لكن لو اشتغلته بالقصة دي هياخد سطر حل. وطبعا انا مش التارجت بتاعي ان انا احل السؤال وبس، احل السؤال في اسبوع، لا، انا التارجت بتاعي ان انا احل السؤال في اقل وقت ممكن، وده الموضوع اللي لازم نحطه هدف قدامنا. طيب يا مستر، القانون العام بتاع resultant of two concurrent forces قال لك ايه؟ قال لك لو انت عندك جسم بالمنظر ده كده، الجسم ده متأثر عليه من قبل قوتين، قوة بتشده الناحية دي اسمها F1، وقوة تانية بتشده الناحية دي اسمها F2. الريزلتنت هتبقى فين يا باشمهندس؟ قال لك لازم الريزلتنت ما بين القوتين بتوعك لازم هيبقوا فين؟ قال لك الريزلتنت هتكون ما بينهم. قال لي وهرمز ليها برمز مين؟ برمز الار. تمام.
الانجل ما بين القوتين اللي هي دي كلها بنرمز ليها برمز مين؟ برمز الالفا. في حالة ايه؟ في حالة ان انا عندي الانجل دي هسميها سيتا، والانجل دي مادام مع القوة الاولى هسميها سيتا 1، والانجل دي هسميها سيتا 2 عشان ديت مع الريزلتنت ويل سكند فورس. قال لك ايه؟ قال لك ان الار باور 2 بتساوي، او الار ايكوال سكوير روت. انا ما بحبش اكتب سكوير روت. طب الار بتساوي مين يا مستر؟ قال لك الار بتساوي، الار باور 2 بتساوي القوة الاولى باور 2 زائد القوة الثانية باور 2 زائد 2 القوة الاولى القوة الثانية كوزاين الانجل ما بين القوتين. يبقى الار باور 2 ايكوال اف 1 باور 2 بلس اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا، ثلاث ترمات. الار باور 2 ايكوال اف 1 باور 2 اف 2 باور 2 2 اف 1 اف 2 كوزاين الفا. طب لو انا حبيت اجيب الدايركشن، يعني ايه دايركشن؟ يعني عايز اعرف الريزلتنت هتعمل انجل قد ايه مع القوه الاولى او القوه الثانيه. سي لو انا حبيت اجيب الريزلتنت او عاوز اجيب الانجل ما بين الريزلتنت والقوه الاولى اللي هي سيتا 1، تان سيتا ايكوال فراكشن. لو عاوز الانجل ما بين الريزلتنت والقوه الاولى هكتب تحت اف 1 وبلس، وهكتب فوق ايه يا باشمهندسين؟ قال لي هتكتب فوق يا مستر اف 2 ساين الفا، وهتكتب تحت اف 2 كوزاين الالفا. ده دايما؟ قال لي دايما. ده الدرس بتاعي. طيب خلي بالك، عايز اراجع معاك حاجات مهمة جدا 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 علشان اعمل لسعادتك كونكلوجن للقصة كلها. مبدئيا كده يا شباب، احنا عارفين الالفا اللي هي الانجل which between the two forces. الالفا دي بتبقى بيلونج من الزيرو لغاية ال 180 degrees. في حالة ايه؟ قال لك في حالة ان الانجل بتساوي زيرو، انا بحصل على حاجة اسمها ايه؟ بحصل على حاجة اسمها ماكسيمم ريزلتنت. في حالة ان الانجل بتاعتنا بتساوي 180 بحصل على حاجة اسمها مينيمم ريزلتنت. الماكسيمم ريزلتنت اللي هي عبارة عن القوة الاولى زائد القوة الثانية. المينيمم ريزلتنت اللي هي القوة الاولى ماينس القوة الثانية ابسوليوت. والان بتوين ان بتوين، يعني كل ما زادت الانجل بين القوتين الريزلتنت بتقل. اذا العلاقة ما بين الريزلتنت والانجل ما بين القوتين انفرس بروبورشن. كل ما الانجل بتزيد الريزلتنت بتقل، او كل ما الانجل قلت الريزلتنت بتزيد. تمام. يبقى خلي بالك ان الالفا مستحيل تزيد عن 180. الالفا مستحيل تزيد عن 180. يعني الالفا اللي هي الانجل which between the two forces اما ان هي موجوده في الفيرست كوادرنت او موجوده فين؟ في السكند كوادرنت. تمام الكلام. عايز اقول حاجه كمان. ايه رأي حضرتك لو احنا مثلا على سبيل المثال برضو عندنا جسم متأثر عليه اهو، جسم متأثر عليه اهو من قبل قوتين اتنين. طب عند حضرتك دلوقتي جسم متأثر عليه بقوتين. القوة الأولى ساي في الاتجاه ده، القوة التانية ساي في الاتجاه ده. يبقى فين الألفا؟ ادي الألفا اللي بينهم اهي. القوتين طالعين من نفس النقطة. طب لو أنا عندي قوة كده وعندي قوة كده، القوة دي داخلة والقوة دي داخلة، أدي اف واحد وأدي اف اتنين. فين الأنجل اللي ما بينهم؟ أدي الأنجل اللي ما بينهم أهي. إذا القوتين لازم تتأكد حضرتك إن القوتين لازم يكونوا طالعين من نفس النقطة أو داخلين على نفس النقطة. القوتين إما إن هما شادين الجسم أو شادين النقطة أو زقين النقطة، هما الاتنين. إنما لو كان عند حضرتك الجسم أهو وعندك قوة بتشده كده اسمها اف واحد، وعندك قوة كده بتزقه اسمها اف اتنين، هل دي الانجل اللي ما بينهم؟
يعني مثلا لو الانجل دي ب60، هو انا ينفع يا مستر اقول ان الالفا بتساوي 60 ديجريز؟ لا. اما الانجل بكام؟ عندك حاجه من الاتنين، اما انك تعمل اكستنشن للقوه دي او تعمل اكستنشن للقوه دي. لو عملت اكستنشن للقوه دي هعمل كده، الاتجاه اهو، الاتجاه اهو نفس الاتجاه، يبقى انا نقلت القوه ديت بقت في الحته دي، على اساس كده القوه دي ماشيه كده والقوه دي ماشيه كده، طالعين من نفس النقطه، اذا الالفا بتاعت سعادتك هتساوي ال 120. حته تريكي قوي 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 لازم تاخد بالك منها. قوتين بيأثروا على نقطة واحدة، يبقى لازم وحتما ولابد يكون القوتين طالعين من نفس النقطة أو داخلين على نفس النقطة. ولو العكس يبقى اعمل اكستنشن. يعني لو الانجل موجودة ب30 ما بين قوتين، واحدة داخلة واحدة خارجة، يبقى أكيد الانجل ما بين القوتين الأصلية الباقي من ال 180 اللي هي هتبقى 150 مثلا. واضح الكلام؟ طيب ده كده الدرس بتاعنا أو الإيه النظري بتاع الدرس. تعال نشوف الهوم ورك بتاعنا بيقول لنا ايه. بيقول لي the measure of the angle between two forces is 120 and the magnitude of their resultant equals 79. Find their magnitudes given that they have difference ب51. يعني ايه كلمة difference؟ كلمة difference يعني القوة الأولى ماينس القوة الثانية بتساوي 51. ادي أول معلومة. تاني معلومة، قال لك ان الالفا بتساوي 120، يبقى معنى كده ان الالفا بتساوي 120. ادي تاني معلومه. تالت معلومه قال لك ايه كمان؟ قال لك الريزلتنت بتساوي 79، يبقى الار بتساوي 79 نيوتن او كيلو جرام ويت او وات ايفر ايه. تمام؟ تمام. مستر هو انا هشتغل بالقانون العام امتى؟ لو الانجل مش بزيرو، لو الانجل مش ب 90، لو الانجل مش ب 180، لو القوتين مش بيساووا بعض، اشتغل بالقانون العام. كمان مرة، لو الانجل مش بزيرو، لو الانجل مش ب 90، لو الانجل مش ب 180، لو القوتين مش قد بعض، لو الريزلتنت مش بيربنديكولار على قوة من القوتين، اشتغل بالقانون العام. القانون العام بتاعك بيقول لك ايه؟ القانون العام بيقول لك ان الار باور 2 بيساوي F1 باور 2 زائد F2 باور 2 زائد 2 F1 F2 كوزين الألفا. الكلام بتاعك بيساوي. طيب أنا عندي هنا 2 unknowns، هخليهم واحد بس. إيه رأيك من العلاقة دي؟ إن أنا هقول لك إن ال F1 بتساوي 51 زائد F2. طب أدي 51 زائد ال F2 قول للباور 2، وبعدين زائد F2 باور 2، وبعدين 2 ال F1 اللي هي 51 زائد ال F2، وبعدين ادي F2، وبعدين كوزين 120 اللي هي بتساوي نيجاتيف هاف. طبعا الكلام بالتايمز. عايز افك ده، معلش اتعب بقى شويه في الحسابات. يعني 51 للباور 2 يبقى عندك 51 باور 2 بتساوي كام؟ 2601. طيب التاني باور 2 اللي هو F2 باور 2، طب ده تايمز ده تايمز 2 يدي لك 102 F2. ده مفكوك البراكت الاولاني. بعد كده هدخل على الترم الثاني اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو عباره عن F2 باور 2. وبعدين بص كده معايا الحركه اللي جايه دي. هعمل لك ايه؟ هقول لك الاثنين اللي تحت دي تروح مع الاثنين دي، وعندك هنا في نيجاتيف بالتايمز 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 مع بوزيتيف، يبقى الكلام على نيجاتيف. عظيم عظيم. طب هات لي ده تايمز ده يدي لك 51 F2. طب هات لي ده تايمز ده هيدي لك نيجاتيف F2 باور 2. اولموست احنا مخلصين. بص كده معايا واحده واحده. عندك F2 باور 2 وF2 باور 2، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف، راحوا مع بعض. نيجاتيف 51 F2
وبوزيتيف 102 اف، يبقى الكلام يدي لك 51 اف 2. خلصت ده خلصت ده خلصت ده خلصت ده، عندك ده كمان بلس ادي اف 2 باور 2 وزائد 2 6 0 1. الكلام ده بيساوي الريزلتنت باور 2. طب الريزلتنت ب 79، يبقى معنى كده لو انا عملت لك دلوقتي 79 للباور 2 الكلام بيساوي الكلام بيساوي 6 2 4 1. 6 2 4 1. المسألة طالعة تجري فاكتورايزيشن. خلي ده على وضعه اف 2 باور 2. خلي ده على وضعه 51 اف 2. دخل ده جوه بعكس اشارته، يبقى هعمل ده ماينس ده. يبقى معنى كده هيبقى عندي الانسر ماينس 2 6 0 1. الكلام هيساوي 3 6 40. هتبقى بالنيجاتيف 3 6 40. الكلام بتاعنا بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي 0. اعمل فاكتورايزيشن لو سمحت. ازاي؟ بص كده معايا، لو دوست على مود وبعدين 5 وبعدين 3 وبعدين هنا في 1 ايكوال 51 ايكوال وبعدين نيجاتيف 3 6 40 ايكوال اول رقم يطلع ب 40، تاني رقم يطلع بنيجاتيف 91. يبقى الاف 2 بتساوي 40 او الاف 2 بتساوي نيجاتيف 9 91. طبعا مستحيل القوه تطلع بالنيجاتيف، يبقى انا هرفض ده. يبقى معنى كده ان القوه الثانيه بتساوي 40. طب انا محتاج القوه الاولانيه. القوه الاولانيه بتساوي 51 زائد ده الاف 2 اللي هي ب 40. يعني بتساوي كام؟ بتساوي 91. يبقى القوه الاولى ب 91 والقوه الثانيه ب 40. القوه الاولى ب 91 والقوه الثانيه بكام يا جماعه؟ ب 40. يبقى الاجابه بتاعتنا القوه الاولى بتساوي 91 والقوه الثانيه بكام؟ يبقى معنى كده ان الاختيار المظبوط بتاعي هو ده 40 وكام؟ 91 بصرف النظر عن مسمياتهم مين ومين. يبقى الاختيار السليم بتاعي هيبقى رقم الاي. سؤال رقم 2، سؤال مليان حسابات عادي يعني. بيقول لي two forces act at a point the magnitude of the two forces 5 و3. انا بحب بصراحه يعني اكتب الكلام ده بالتفصيل. بيقول لك عندك قوتين 5 و3، يبقى عندي القوه الاولى بتساوي 5، القوه الثانيه بتساوي 3، وبعدين and the angle between them 60، يعني الالفا بتساوي 60. وبعدين بيقول لي هنا then the magnitude of the resultant بتساوي كام؟ عاوز الريزلتنت بس. هي دي سبيشال كيس؟ لا القوتين قد بعض ولا الانجل بزيرو ولا ب90 ولا ب180 ولا اي حاجه. يبقى معنى كده كل اللي انا عايزه كلمه الار باور 2 بتساوي F1 باور 2 ب 25، F2 باور 2 ب 9. طب ادي 2 تايمز 5 تايمز 3 تايمز كوزاين 60 بهاف. يبقى معنى كده 25 زائد 9، الاثنين راحت مع الاثنين بقى لك 15. اولموست انا خلصت. 25 و15 يدي لك 40، 40 و9 يدي لك 49. 49 ده اللي هو الار باور 2، يبقى الار عباره عن سكوير روت اوف 49، يبقى الار ب 7. في اللذيذ خالص. ار بكام يا مستر؟ ب 7. تعالى يا باشا. الار ب 7، التشويس بتاعك هيبقى رقم السي. السؤال الثالث بيقول لك تو اصحى two perpendicular forces act at a point. يعني معنى كده ان مبدئيا الالفا بتساوي 90. سبيشال كيس. The magnitude of the two forces 12 و5، يعني القوة الأولى بتساوي 12 والقوة الثانية بتساوي 5. Then the magnitude of the resultant equal كام؟ ما دام الانجل ب 90 يبقى الار باور 2 equal F1 باور 2 ب 144.
F2 باور 2 ب 25 مجموعهم 169. يبقى الار بتساوي سكوير روت اوف 169 يعني ايكوال 13. اجابتك هتبقى رقم السي. عظمه عظمه. مستر هو القانون العام ما كانش يحل المساله دي؟ يحلها بس هياخد مني وقت اطول. سؤال رقم 4 بيقول لك ايه؟ The magnitude of the two forces 4 و5. اكتب بقى معلش. عندك القوة الأولى بالترتيب كده ب4 والقوة الثانية بتساوي 5. عظيم عظيم. بعد كده بيقول لك ايه؟ They act at a point and the cosine of their included angle is -2/5. يعني الكوزاين الألفا مديها لك جاهزة ب-2/5. مش مديلك الميجر، ما هو مديلك الكوزاين، ما هو انا هطبق في القانون عادي يعني. Then the magnitude of their resultant R بتساوي كام؟ تعال يا باشا. مبدئيا كده انا هقول له الار باور 2 بتساوي F1 باور 2 ب 16 F2 باور 2 ب 25 زائد 2 القوة الأولى ب4 القوة الثانية ب5 تايمز كوزاين ألفا ب-2/5. حلو. يبقى الار باور 2 بتساوي 16 نزلت 25 نزلت. خد بالك كده في الحته الحلوه اللي جايه دي، ده بوزيتيف وده نيجاتيف يدي لك نيجاتيف، وعندك الخمسه تروح مع الخمسه، عندك 2 في 4 في 8 8 في 2 ب 16. عندك 16 نيجاتيف 16 راحوا مع بعض، يبقى الار باور 2 يدي لك 25. يبقى الار بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 5. ثانك يو. ده الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت. الار ب 5 5 5 5. التشويس هيبقى رقم البي. سؤال رقم 5 بيقول لك ايه؟ Two forces act at a point. The magnitude of the two forces 6 و3. يبقى عندك القوة الأولى ب6 القوة الثانية بتساوي 3. تمام. And the resultant is أيوة بقى. And the resultant is perpendicular to one of them. لو كتب على الريزلتنت انها تبقى perpendicular على قوة من القوتين، فأكيد هتكون perpendicular على القوة الصغيرة. الريزلتنت perpendicular على الاف 1، آسف على الاف 2 علشان القوة الصغيرة هي التلاتة. ايه كمان؟ Then the magnitude of the resultant equal كام؟ والله لو استخدمت القانون العام هتبقى طول كده. انا في كلمة الا كلمة يا باشمهندس هقول لك ان الار باور 2 بتساوي الاف الكبيرة باور 2 اللي هي 1 ماينس القوة الصغيرة باور 2 والسلام عليكم. يعني الكلام بتاعك بيساوي 36 ماينس 9 يديلك 27. يبقى الار بتساوي سكوير روت اوف 27. 3 في 9 يعني 3 روت 3. على فكرة لو انت اتلخبطت من هنا هيطلع لك الرقم بالنيجاتيف، مش قلبه، مش مهم يعني. تمام. عظمة، والله العظيم عظمة، والله العظيم عظمة. تخيل لو انت اشتغلت بالقانون العام والله هتطلع طول كده المسألة. مش عندك الفا، ما عنديش الفا، ما عنديش الانجل ويتش بتوين ذا تو فورسز. القانون ده بيحميك ان انت ما تجيبش الفا. طيب يبقى 3 روت 3 اختيارك الموفق هيبقى رقم البي. سؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ بيقول لك in the opposite figure the resultant of the two forces in the figure equal لكام؟ انا محتاج ان انا اكبرها لك علشان تبقى شايف كويس. تعالى يا باشا. مبدئيا كده احنا عندنا قوتين. القوة الأولى ب4 والقوة الثانية ب3. المفروض الانجل دي كلها ب90. طب دي ب30 يبقى اللي متبقي هنا كام؟ 60. طب دي ب60 يبقى اللي متبقي هنا كام؟ 30. انت عاوز تقول ان التو فورسز بيربنديكولار. ما هو 30 و60 90 يعني الالفا ب90. يعني معنى كده ان انت محتاج مني الار
باور 2 بتساوي، ما دام الالفا ب 90 يبقى القوه الاولى باور 2 ب 9، وعندك القوه الثانيه باور 2 ب 16، يعني الكلام ايكوال ل 25. يبقى الار بتاعتك سكوير روت 25 يعني يدي لك 5. قضي الامر. يلا بينا يلا بينا. يبقى الاختيار بتاعنا السليم هيبقى رقم مين يا جماعه؟ رقم البي. سؤال 7. In the opposite figure the magnitude of the resultant of the two forces بتساوي كام؟ عاوز اكبرها لك شويه. يلا بينا يلا بينا. اصحى لي كده. على مين يا باشا؟ هو حد يقول لي ان القوتين قد بعض والانجل بينهم ب 120 يبقى الريزلتنت بتساوي قوه من القوتين. الانجل مش ب 120 يا باشا، لان القوه دي داخله، القوه دي طالعه، وادي النقطه اهي. انا سبق وقلت لازم القوتين يكونوا طالعين من نفس النقطه، لازم القوتين يكونوا داخلين على نفس النقطه، خلاف كده اعمل اكستنشن. لو عملت اكستنشن لدي اهي 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 كده، القوه دي لو نقلتها هتبقى هنا اهي اكستنشن بتاعها. شكرا. الانجل ب 120 لا الانجل ب 60. صحيح القوتين قد بعض، استخدم الكيس اللي في حاله ان القوتين قد بعض. يبقى معنى كده ان الار بتساوي 2 اف كوزاين الفا اوفر 2. طب ادي 2 والاف بكام معرفش. طيب الالفا ب 60 مش ب 120. طب ديفايدد باي 2 ب 30. كوزاين 30 بروت 3 على الاثنين. الاثنين راحت مع الاثنين يتبقى لك روت 3 اف. ده مقدار الريزلتنت يا باشا. الريزلتنت بتاعتك بتساوي روت 3 اف، والقصه بتاعتك انتهت. which choice رقم مين؟ رقم السي. تعالى لي في السؤال رقم 8. two forces of equal magnitude. اصحى وانت بتشتغل لازم تحط ايدك على كلمات تستفزك. enclosing between them an angle of measure pi over 2. صلاة النبي احسن. ما هي الباي اوفر 2 ديت يعني كام يا جماعه؟ يعني 90. مستر هو انا هستخدم السبيشال كيس ان الالفا ب 90 ولا هستخدم السبيشال كيس ان التو فورسز ايكوال؟ الاثنين صح. اشتغل بكده او اشتغل بكده، الاثنين صح والاثنين بياخدوا نفس الوقت. قال لك if the magnitude of the resultant بتساوي 8. تمام. then the value of each force بتساوي كام؟ تعالى يا باشا اكبر لك عشان احلها لك هنا على طول. يلا احنا عندنا هنا القوتين قد بعض، فلو قلت لك ان الار بتساوي 2 اف كوزاين الفا اوفر 2، ما هي الاف دي اللي هو مقدار القوه الاولى او مقدار القوه الثانيه، فانا فرضت ان هي اسمها اف. طب هو بيقول ان الريزلتنت ب 8، شيل الار وحط 8، يبقى عندك 2 ادي اف تايمز الالفا ب 90. 90 على الاثنين ب 45. كوزاين 45 بروت 2 على الاثنين. الاثنين دي راحت مع الاثنين دي، يبقى معنى كده هيبقى عندك هنا روت 2 اف بتساوي 8. يبقى الاف بتساوي 8 على روت 2. تعال اعلمك حاجه. 8 على روت 2 اورال بتساوي 4 روت 2. هعلمك حاجه في الرياضه في الحسابات كده. بص يا باشمهندس، لو عندك 8 على روت 2 على طول كده تعمل ايه؟ اقسم 8 على الاثنين وحط روت 2. اقسم 8 على الاثنين وحط روت 2 بقت 4. ده دايما؟ طب لو عندك مثلا 9 على روت 3 تعمل ايه؟ اقسم 9 على 3 وحط روت 3 يبقى عندك 3 روت 3. يس. ده دايما؟ اعمل كده على طول. ماشي؟ تعالى. يبقى عندنا هنا التشايس بتاعنا يا جماعه هيبقى 4 روت 2 ويتش تشايس رقم مين؟ رقم السي. سؤال 9 بيقول لك the magnitude of the two forces F و F كيلو جرام ويت
يعني القوتين قد بعض. The magnitude of the resultant ب 24. تمام. And inclined to the first force by an angle of measure 30. then الاف بتساوي كام؟ القوتين قد بعض، يبقى الريزلتنت بايسكت. طب اذا كانت الريزلتنت بتعمل انجل 30 مع قوه منهم، يبقى اكيد هتعمل انجل 30 مع القوه الثانيه. يبقى الالفا ب 60 يا باشا. السلام عليكم. يبقى معنى كده ان الار بتساوي 2 اف كوزاين الفا اوفر 2. هو بيقول ان الريزلتنت بتعمل انجل 30 مع واحده منهم. ما دام القوتين قد بعض، يبقى معنى كده ان الالفا اتقسمت نصين، هنا حته وهنا حته متساويين. طب بيقول لك الانجل ب 30، يبقى الالفا بتساوي 60. طب هو بيقول لك ان الريزلتنت ب 24، اكتب بتساوي ادي 2 اف تايمز الالفا ب 60 كوزاين 60 على الاثنين ب 30، يبقى هنا روت 3 على الاثنين. الاثنين راحت مع الاثنين، روت 3 هجيبها الناحيه الثانيه، يبقى الاف انا علمتك عباره عن 24 على روت 3. 24 على 3 وحط له روت 3. 24 على 3 بكام؟ ب 8. يبقى مقدار كل فورس بتساوي كام؟ بتساوي 8 روت 3. اختيارك هيبقى رقم البي. السؤال بيتحل في سطر، ودي ثقافه امتحانات الثانويه العامه. تبقى انت فاهم، بيخاطبك انت فاهم ولا لا، مش دش كتير. يعني السؤال الاولاني اللي انا حليته في الهوم ورك دش كتير، بس انا بعودك اشتغل. لكن الاسئله دي هي دي الاسئله انت فاهم الموضوع ولا مش فاهم الموضوع. خير الكلام ما قل ودل، وانت فاهم ولا مش فاهم. دي القصه بتاعتك. سؤال رقم 10 بيقول لك اف و8 روت 3 are the magnitude of two forces act at a point، ماشي، and the measure of the angle between them 120. في كلمة هتستفزني دلوقتي، لمحتها قبل ما اقراها كلها. قال لك the resultant bisect the included angle between the two forces then الاف بكام؟ لما الريزلتنت بتبايسكت الانجل which between the two forces، يبقى لازم القوتين قد بعض. طب هو اساسا واحده منهم باف والثانيه ب 8 روت 3، يبقى لازم الاف بتاعتك بتساوي 8 روت 3. السلام عليكم، انا ما حطيتش كلمه في المساله. خش على اللي بعده. 11 If the magnitude of the resultant of two forces act at a point is maximum، في كلمة بتستفزك وانت بتقرا السؤال، maximum value. أنا بحصل على الماكسيمم resultant between two forces لما الأنجل اللي بينهم بتساوي 0. قال لي then the measure of the angle between the two forces equal، ده وأنا مغمض يا جدعان ب0. هي مش ماكسيمم، يبقى الأنجل اللي بينهم بتساوي كام؟ بتساوي 0. 12 بيقول لك two forces of magnitude F و2 F وماله؟ act at a point if the resultant of them is perpendicular to one of them. ما دام perpendicular على واحدة منهم فهتبقى perpendicular على الصغننة. واحدة اسمها F والتانية اسمها 2F. لو كتب على الريزلتنت انها تبقى perpendicular على قوة من القوتين فهتكون perpendicular على القوة الصغيرة. طب هو بيقول لك دلوقتي الريزلتنت مالها؟ is perpendicular to one of them. امور قوي، يعني على القوة الأولانية اللي هي الاف. قال لك then الار بتساوي كام؟ بقول لك يا باشا، ما انا عارفها. ما دام الريزلتنت perpendicular على قوة من القوتين، يبقى مقدار الار باور 2 بتساوي القوة الكبيرة باور 2 اللي هي 4F باور 2 ماينس القوة الصغيرة باور 2 اللي هي F باور 2، يعني بتساوي 4F باور 2 ماينس 1F باور 2 يديلنا 3F باور 2. يبقى الار بتساوي سكوير روت اوف 3F باور 2. طب السكوير روت بتاع الاف باور 2 يطلع باف، والتلاتة ملهاش اختصار، يبقى عبارة عن روت 3F. روت 3
اف روت 3 اف روت 3 اف روت 3 اف. مفيش اختيارات، يبقى الريزلتنت بتاعتك عباره عن روت 3 الاف. معلش يا جماعه نصلحها، هي روت 3 اف، نحطها في اختيار كده. خلي السي ديت روت 3 اف. روت 3 مين؟ الاف. two forces F و 2 F act at a point if the resultant perpendicular على واحدة منهم، يبقى الار بكام؟ تمام يا جماعة، احنا ايه زي الفل كده، هي روت 3 الاف. طيب سؤال رقم 13. two forces act at a point، وماله؟ the magnitude of the two forces are 5F و 3F، وماله؟ if the maximum value of their resultant ب40. هو الماكسيمم بحصل عليه ازاي؟ الماكسيمم بيساوي 40. الماكسيمم ريزلتد من مجموع القوتين بتساوي 40. طب القوة الأولى ب5F والقوة الثانية ب3F، الكلام ده بيساوي 40، يبقى 8F بتساوي 40، يبقى الإف 40 على 8 يدي لك 5، يبقى الاف بتاعتك بتساوي 5. اختيارك هيبقى رقم سي. سؤال رقم مفيش، خلاص احنا خلصنا الهوم ورك الاولاني. الدنيا في اللذيذ، الدنيا جميله. طالب منك حاجه، لو سمحت الاسئله اللي احنا حليناها في الهوم ورك تتعاد تاني كتابه، ورقه وقلم. بالرغم ان انت شفت الكوريكشن، لكن وانت بتحلها هتغلط برضه، عادي اغلط وصحح غلطك. والماده جميله بس هي محتاجه لشويه تركيز وتحبها، هتحبك قوي 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 وتجيب فيها الدرجه النهائيه ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم.